السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هو بقى هنبقى يومنا كده إن شاء الله يوم خير، كله خير وصحة وسعادة. النهاردة بقى لسه صاحيين شغلنا القرآن وهوينا بقى، وكان في غسيل وكده قلت هنشره. طبعا انا حاطه الغسيل ده من بالليل، وصحيت. اول ما صحيت نشرته بقى وطلعت الفرشه تتهوى كده تتشمس في الجو الجميل ده. زي ما انتوا شايفين بقى الشمس طالعه النهارده والجو جميل ما شاء الله. هنا بقى حضرنا فطارنا. طبعا هنا بقى ابني قال لي عن نفسي في بطاطس محمره، قمت بقى قشرتها وصبعتها وغسلتها، وزي ما انتوا شايفين ده كان فطارنا النهارده. بتنجان مشوي وبيض مقلي وبطاطس محمرة، ودي جبنة قديمة اللي هي المش الفلاحي. ومعايا هنا العيش المرحرح كده زي ما انتوا شايفين بقى على جماله كده، لسه جايبينه من الفلاحين ما شاء الله. حاجة مية مية. ده كان فطارنا النهاردة. طبعا بعد ما جهزنا الفطار بقى طبعا قلنا بقى نخش على الغدا عادل على طول. عشان طبعا اللي في مدارسهم بيجوا طبعا عايزين ياكلوا كده. فقمنا بعد ما خلصنا فطارنا شطبت المطبخ ودخلت على الغدا. كان عندي شوربة في الفريزر وعندي مفروم، بصراحة كنت محتارة اعمل ايه. طلعت اللحمة عصقتها. بعت ابني جاب لي رقاق وجاب، والشوربة طلعتها سخنتها غليتها برضك، قلت اعمل صينية رقاق ليهم. دي سمنة على زيت، مادة دهنية عشان ادهن الرقاق بين طبقات وبعضها زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى ان انا اشتغل. هنا معايا اهو الرقاق، هنا معايا دي شوربة. طبعا انا بحط على ورقة ورقة وارجع احطها في الصينية طبعا بعد ما بتبتدي ان هي تطري معايا. طبعا يا جماعة انا كنت عملت معاكم فيديو رقاق قبل كده في العيد الكبير، من سنة كده او حاجة تقريبا. كنت عاملة الطريقة وكده. طبعا صينية الرقاق هي مش محتاجة طريقة لان هي سهلة جدا. بنحط العيش كده في الشوربة، واول ما يبتدي ان هو يطري نحطه في الصينية. طبعا كل ورقة بنعمل فيها كده زي ما عملنا في اللي قبليها. وبنبتدي ان احنا ندهن سمنة بين الطبقات وبعضها عشان يبقى مورق معايا. في ناس يا جماعة بتحط بدل الشوربة لبن، انت ليكي حر الاختيار. انا عندي شوربة متوفرة فحطيت طبعا الشوربة اللي موجودة عندي. طبعا يعني انا برضك استحرمت انا ليه احط لبن. اللبن برضك يعني بسيبه في حاجة تانية يعني نستفيد بيه وكده. بعمل رز بلبن، بعمل اي حاجة بيشربوه كده. طالما انا عندي شوربة متوفرة لا انا اعمل بالشوربة اسهل ويعني اسرع واوفر لي. هنا بقى اهو. طبعا مش شرط ان انت تعمليه بشوربة لحمة، شوربة فراخ، شوربة ان شاء الله حتى اللي هي الماسورة العظمى. لو متوفر عندك اي حاجة اعملي اي حاجة. الرقاق اصلا مش بيبان فيه هو معمول بايه. بس يعني هو ميزته بالشوربة بصراحة بيبقى طعمه حلو وجميل كده ما شاء الله. بحس كأني باكل حواوشي. اللي بيحب بقى الرأي يا ريت يكتب لي في التعليقات كده اذا كان بيحبه زيي ولا ايه. انا بحب بصراحة الجلاش اكتر. انا عندي ولادي بيحبوا الرق اكتر وكده، بيقعدوا يقولوا احنا بنحب الرق اكتر. اللي زي كده يكتب لي في التعليقات ان هو بيحب الجلاش، ويرد عليا ولو عايز طريقة الجلاش هكتبها له في الوصفة. او طريقة الرقاقة لان هي اصلا يعني مقاديرهم سهلة وهما مش محتاجين اصلا وصف ولا عمايل. هنا بقى انا كنت حطيت الطبقات الاولى وحطيت بقى العصاج اهو في النص. العصاج ده يا جماعة انا طبعا وريتهولكوا قبل كده برضك بدبل. عندي بصل وفلفل مقطعهم شرايح اجنحة، وبتبلهم في مادة دهنية زيت او سمنة. بسيبهم يتبالوا، بنزل عليهم بالمفروم اللي هو اللحمة. بيبتدوا بقى ان هم يتشربوا، انزل عليهم بالبهارات اللي هي كزبرة وملح وفلفل ناشفين. وابتدي بقى بعد ما بيتشرب خالص، وكده بيبتدي بقى ان هو يبقى عصاج معايا. زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده انا بفرده قدامكم اهو.
دي طبعا زي ما انتوا عارفين دي طريقتي في العصاج. اللي له طريقة تانية يا ريت يرد عليا ويقول لي على طريقته، يكتب لي في التعليقات. هنا بقى انا كنت فردت اهو. هبتدي بقى ان انا ارجع تاني احط ورقة ورقة في الشوربة، وارجع بقى احط النص التاني على العصاج وكده. هنا اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا كل الاطفال والشباب الاكترية بيحبوا الرق ده، يقولك ده طعمه عامل زي الحواوشي، فاحنا بنحبه كده يعني. إيه، انا مني واحدة بحب الجلاش اكتر بصراحة. إيه بس بصراحة يعني لما بعمل رقاق برضك باكل منه، لان طبعا يعني انا ما عملتش حاجة غير صينية رقاق وكده، فيعني مضطرة ان انا اكل وكده. وبعدين هو مش وحش للدرجة، يعني انا بحبه برضك، بس انا بفضل الجلاش عنه. هي في الاول وفي الاخر كلها نعيم ربنا، ربنا يديمها نعمة علينا يا رب، اللهم امين، واحفظها من الزوال. إيه لازم نعود اولادنا ان هم ياكلوا كل حاجة ويحبوا كل حاجة وكده. هنا بقى انا بحط معاكم السمنة اهو، بفردها على الورقات. انا بصراحة كنت مغرقة سمنة بلدي وكده. هنا بقى انا كنت خلصت خلاص، خلصت الرق كله، حطيته كله في الصينية. هنا بقى خلاص بعد ما عملت يعني حطيت عليه السمنة وكده. هبتدي بقى ان انا انزل عليه بمغرفتين شوربة وادخله الفرن. هنا بقى هو ده منظره بعد ما خلصت. هبتدي بقى ان انا ادخله الفرن معاكم. هنا بقى كان طلع من الفرن بقى، شايفين الرواق وجماله كده، ما شاء الله، يعني حاجة تفتح النفس بصراحة يا جماعة. طعمه بيبقى حكاية بصراحة يعني ما بيجي يتاكل. هنا بقى كنا كلنا وشطبت المطبخ مكان الغدا. طبعا كنت جايبة بطاطا من السوق الصبح. هنا بقى كنت هبه اوريكم. طبعا انا مشطفة الحطب، لما احط فيه البطاطا لازم بغسل الحوض كويس. هنا بقى كنت غسلت البطاطا وحطيتها بقى تحت الشواية. هنا كانت هي اتشوت معايا اهو زي ما انتوا شايفين. هبتدي ان انا افتحها لكم بالسكينة تشوفوا منظرها. طبعا انا فتحت دي، وبعد ما فتحتها حطيت عليها عسل نحل وقرفة وكده. معلقة واحدة عسل بس صغيرة، وعليها قرفة بقى. ودوقوا انتوا بقى الطعم واحكموا، واكتبوا لي بردك في التعليقات. زي ما انتوا شايفين لونها ذهبي ما شاء الله، هي مطلعة عسل لوحدها اصلا. هي كانت زي السكر ما شاء الله. طبعا ما تنسونيش بقى في اللايك والشير واكتبوا لي في التعليقات وصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، واكتبوا لي اسم من اسماء الله الحسنى. بحبكم في الله، وتفضلوا معانا بألف هنا وشفا. هنا بقى هو زي شايفين البطاطا بالعسل والقرفة، طعم حكاية حكاية. ده كانت حلقتنا النهاردة. بحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.